السلام عليكم أصدقائي ومحبي علم الفراسة ولغة الجسد وتحليل الشخصيات. أهلا بيكم في قناة كشف المستور. النهاردة معانا فيديو هنتكلم فيه عن الخطوط اللي موجودة في جانب الوجه وتحت العين وجانب العين. هنتعلم نرصد الخطوط ونعرف دلالات ومعاني كل خط منهم عن طريق علم الفراسة. واللي ما يعرفش علم الفراسة فده علم بيستدل بيه عن شخصية الإنسان وعن معتقداته وأفكاره عن طريق ملامح الوجه. وقبل ما نبدأ استأذنك إن أنت تنزل تعمل لايك للفيديو عشان في ناس كتير بتتفرج على الفيديو تنسى تعمل لايك، ودي أكتر حاجة أنت ممكن تدعم بيها القناة والفيديو ذات نفسه، لأنها بتكون السبب إن اليوتيوب يقدر يقترح الفيديو ده على أكبر عدد من المشاهدين. ولو كنت عايز تعرف تحليل شخصية الفنان القدير والموسيقار الكبير فريد الأطرش، فأنا كنت عملت له تحليل شخصية في فيديو برضه هسيبهولك في الآي اللي هتظهر هنا، تقدر تتفرج عليه بعد الفيديو ده ما يخلص عشان تبقى ملم بالتحليل الشخصية الكامل للفنان فريد الأطرش. فاحنا من أول وأهم الخطوط عندنا هي الخطوط الإشعاعية اللي بتبقى موجودة بجانب العين، زي ما احنا شايفين بتبقى عاملة نفس الشكل بتاع رجل الغراب. والخطوط الإشعاعية دي بتظهر عند الإنسان كرد فعل لأكتر من إحساس الإنسان بيحسه، زي إحساس السعادة فبتضحك بتبتسم فبتبدأ تبان عندك الخطوط الإشعاعية، أو إحساس الحزن اللي ممكن يؤدي إن الإنسان يبكي أو يعيط، فبرضه أثناء البكاء بيبقى الخطوط الإشعاعية ظاهرة. وتالت إحساس هو إحساس الألم. الإنسان لما بيبقى عنده ألم قوي ورد فعل الألم ده بيبان على وش الإنسان، فبتبدأ الخطوط الإشعاعية تبان عنده. والإحساس الرابع معانا هو إحساس الرفض، وبالذات الرفض اللي بيبقى مصاحب بإحساس الملل. يعني إنسان زهقان كده وانت بتقول له تعالى كل أو بتاع، فهتلاقيه بيشاور لك بإيده كده ويقول لك لا ماليش نفس، وفي نفس الوقت هتلاقيه كرمش وشه وبدأت الخطوط الإشعاعية تبان جنب العين عنده. طول ما الخطوط الإشعاعية بنفس الطول ده مش أطول من كده زي ما انت شايف هنا برضو أهم، فده كده يدل إن الإنسان ده ردود أفعاله طبيعية. لكن لو كانت الخطوط دي أطول من كده ومعدية الحاجب بتاع العين، يعني زي ما انت شايف ادي المفروض النهاية الطبيعية بتاعت الحاجب هنا، او الحاجب منتهي لغاية هنا اهو، فالخطوط دي لو معدية الخط ده معناها بيبقى عنده حاجة من اتنين، او ممكن يبقوا الاتنين مع بعض. اول حاجة ان الانسان ده ممكن يكون حساس، يعني لو هو مثلا في بقية ملامح الوجه عنده ملامح تدل على انه حساس، زي مثلا ان الحواجب قريبة من بعض، او انها حواجب متصلة، او ان الشعر عنده ناعم، فالإنسان ده المؤثرات الخارجية للبيئة أو المعاملة العادية بتاعة الناس بتأثر عليه هو بشكل مختلف عن الإنسان الطبيعي. الإنسان العادي اللي هو مش حساس أو عنده نسبة الحساسية متوسطة بيكون تأثير الحاجات دي عليه أكبر. يعني لو واحد صاحبك شخص طبيعي مش حساس وانت بتهزر معاه مثلا وبتقول له ايه يا عم انت اتأخرت ليه، فهتلاقيه بيرد عليك بيقول لك معلش والله السكة كانت صعبة، وهيكمل معاك الهزار عادي وموقف وعدى ومش هيتضايق. ولكن الشخص الحساس لو اتحط في نفس الموقف هتلاقيه جوه نفسه على طول حسبها ان انا فاشل، انا مش كويس، ما جيتش في معادي، مش منضبط، بس المفروض ان انا صاحبك وانت تستحملني. الحوار ده هيدور جوه دماغه لانه انسان حساس، فالكلمة فهمها بمعنى اخر، اثرت فيه بشكل اخر. فهتلاقي انه ممكن يرد عليك يقول لك مثلا عادي بقى اللي حصل، وهتلاقي ان هو قفل وشه متضايق. او ممكن شخصية تانية يرد عليك يقول لك عادي ما انت طول عمرك بتأخر، جت عليا يعني مرة اتأخر انا كمان. الله، المهم ان هتلاقي رده انفعالي، فده شخص حساس. المهم ان الشخص الحساس ده بقى تأثير السعادة والحزن والألم والمضايقة وكل الخمس أحاسيس اللي احنا قلنا عليهم بيكون تأثيرهم عليه أكبر من التأثير على الإنسان العادي. فساعتها ممكن تلاقي إن الخطوط الإشعاعية عنده أطول من الطول الطبيعي. والنوع التاني هو الشخصية المبالغة، الشخص اللي الحاجة بتأثر عليه بنسبة 30-40% وهو بيحاول يبين للناس انها اثرت عليه بنسبة 60-70%، عشان هو في قرارة نفسه فاكر انه لما يعمل كده هيقدر يوصل لك نسبة السعادة او الحزن او الالم او المضايقة اللي جواه. فبالتالي لما بيبالغ في توضيح ده بيبالغ برضو في الرياكشن اللي على وشه، فبالتالي الخطوط الاشعاعية عنده بتبقى اطول. وزي ما قلت لك ممكن يكون شخص حساس ومبالغ. فانت لما تلاقي انسان عنده الخطوط الاشعاعية اطول من الطبيعي تعرف ان الشخص ده عنده زيادة يا في الحزن يا في السعادة يا في الالم يا في المضايقة، حاجة من دول عنده زيادة فيها، هو بقى سواء بيحسها بزيادة او بيبينها بزيادة للناس. عايزك تاخد بالك من الخطوط الصغيرة دي، ودي بيسموها خطوط الشجاعة.
بالذات لما بتبقى ظاهرة عند حد سنه يتراوح من 25 مثلا لحد 30 35 سنة، لأن في السن ده من الطبيعي إن الإنسان يبقى الأماكن دي عنده بتبقى مشدودة ما فيهاش خطوط. ولكن في السن ده لو لقيت عنده الخطوط رفيعة وفي الاتجاه ده كده جنب بعض، دي اسمها خطوط الشجاعة. ودي بتظهر للإنسان اللي بيبقى عنده إقدام، والإنسان المغامر. يعني هتلاقي مثلا الناس اللي بتعمل تسلق الجبال، الناس اللي بتلعب رياضات عنيفة، الناس اللي بتلعب رياضات محتاجة تحدي قوي زي مثلا انك تركب عجلة وتمشي من بلد لبلد، واحد يجري من بلد لبلد او يمشي من بلد لبلد. الناس دي هتلاقي عندها الخطوط بتاعة الشجاعة. خد بالك بقى، بيبقى متقاطع مع خطوط الشجاعة خط تاني اسمه خط الألم. بص الخط ده هو بيبقى متقاطع مع خطوط الشجاعة. يعني لو دول كده خطوط الشجاعة، فالخط اللي بالأحمر ده اسمه خط الألم، وده بيظهر للإنسان لما بيكون عنده ألم نفسي. وهنشوف الخط ده دلوقتي بيتقاطع مع إيه وبيكمل مع إيه. طيب برضو مش عايزين نتلخبط، لو تاخد بالك إن في هنا كده خط كده دائري، ده اللي هو الخط بتاع انتقاء الكلمات. ولكن في خط تاني برضو متقاطع معاه اهو نازل كده، وهنا برضو في الجانب العاطفي اهو، وبدايته بتبقى جاية بص من جنب العين. اجيبهولك من اوله. الخط ده اسمه خط افتقاد الحبيب. طبعا مش مقصود بالحبيب اللي هو شريك حياتك يعني، لا، مقصود بالحبيب هو اي شخص عزيز او غالي عليك. وطالما في الجانب العاطفي هتبقى الاشخاص العزاز عليك دول ممكن يبقى اي حد من الاسرة زي الاب، الام، الابن، الاخ، الاخت، الزوجة او الزوج، صديق مقرب قوي في بينك وما بينه عشرة وعمر طويل، جار تعرفه من عمر طويل، الناس اللي في دايرة الخصوصية بتاعتك اللي انت فعلا بتحبهم وبتعزهم. بس مش معنى ان انت لو افتقدت شخص من دول هيبان عندك الخط بتاع فقدان الحبيب. الخط ده بيبان لما تفتقد اكتر واحد فيهم انت بتعزه. بالنسبة بقى للجانب العملي، فالخط ده بيبقى معناه فقدان حاجة انت كنت بتعملها وبتحبها قوي، والحاجة دي كنت دخلت في روتين معاها. يعني مثلا الفنان القدير فريد الأطرش كان موسيقار بيلحن أغاني وبيغني وبيمثل، فدول مثلا 3 شغلانات ممكن يكونوا في مجال واحد اللي هو الفن، وممكن يكون في بينهم ارتباط، ولكن كل واحدة فيهم محتاجة موهبة مختلفة. فهتلاقي ان المهنة الأساسية بتاعته هي الغناء والعزف على العود والتلحين، لكن المهنة الثانوية اللي جات له بعد كده هي التمثيل. فهتلاقي ان هو لما بطل التمثيل بدأ يظهر عنده الخط بتاع فقدان روتين كان بيحبه ومتعود عليه. طيب انا بقول لك ليه الكلام ده كله؟ لان في اللحظة دي انت المفروض يجي في دماغك خط التقاعد، لان في صفات كتير من خط الفقدان بالذات في الجانب العملي. سيبك من الجانب العاطفي لانه في الجانب العاطفي مرتبط باشخاص وبمواقف، لكن في الجانب العملي مرتبط بالعمل وبالروتين. فلذلك هو في صفات كتير شبه صفات خط التقاعد، ولكن الفرق بينهم بقى ان خط التقاعد بيظهر عند الانسان لما بيكون في تغيير جذري في حياته. يعني ممكن يكون بيشتغل اكتر من مهنة وبطل واحدة فيهم، ولكن هي مش المهنة الاساسية، كانت حاجة ثانوية جنب مهنته الاساسية بيعملها، فهنا لو بطلها مش هيظهر عنده خط التقاعد. ولكن لو بطل المهنة الاساسية هيظهر عنده خط التقاعد، وهيظهر عنده كمان خط فقدان روتين كان متعود عليه. والفرق التاني ان خط الفقدان موجود في منطقة المشاعر، فهو مرتبط باحساسك تجاه الحاجة اللي انت بتعملها، لكن خط التقاعد موجود في منطقة الحركة، فهو مرتبط بالاكشن اللي انت كنت بتعمله علشان تحقق الروتين ده. فخط الفقدان انت بتفتقد مشاعر تجاه روتين، ولكن خط التقاعد انت بتفتقد الحركة اللي من خلالها كنت بتحقق الروتين ده. طيب لو جينا بقى ركزنا في خط الفقدان ده وشوفنا هو مكمل رايح فين، هتلاقي ان هو نازل معاك كده لو انت شايف اهو، ودخل هنا في الجزء بتاع خط الحرمان ولافف من تحت الدقن وطالع عندك الجانب الاخر عند خط الحرمان اهو. وخلينا نقف هنا. خط الحرمان احنا بنرصده لما بيكون في خط بالطول من جانب الفم ممتد كده لغاية نهاية الدق، وهنا برضو من جانب الفم ممتد لغاية نهاية الدق. والخط ده معناه ان الانسان عنده شعور ان هو اتحرم من حاجة معينة او اكتر من حاجة في رحلة حياته كانت موجودة عند الناس الطبيعيين، وهو اتحرم منها وما استمتعش بيها. فممكن الحرمان ده يبقى من فقدان الاب. كل الولاد مثلا الصغيرين عندهم ابهات، والطفل ده ما عندوش اب، فهيتربى طول رحلة حياته عنده فقدان للاب.
وكذلك الأم مثلا. ممكن الشخص ده يبقى عنده حرمان من إنه يعيش فترة الطفولة طبيعي زيه زي أي طفل. يعني ممكن تكون عنده ظروف صعبة إن هو اضطر إنه يخرج من بيته بدري ويسيب التعليم مثلا علشان يشتغل ويصرف على إخواته، فبالتالي الشخص ده لما يكبر هيبقى طول رحلة حياته لغاية ما كبر حاسس في قرارة نفسه ان هو اتحرم من التعليم، اتحرم من فرصة انه يبقى طفل صغير بيلعب ويتنطط زيه زي الاطفال. فهتلاقي ان احساس الحرمان ده بدايته نابعة من الفقدان والألم والحزن. يعني مفيش انسان بيقرر ان هو عنده حرمان او شعور الحرمان مرة واحدة، لا، الموضوع بيبقى تدريجي، بيبقى فيه فقدان، بيبقى فيه ألم، بيبقى فيه حزن، بعد كده بيبقى فيه إحساس بالحرمان. عشان كده هنا الخط بتاع فقدان الروتين اللي هو كان متعود عليه وبيحبه بدأ يتحول معاه لحزن ان هو مش بيمارس الروتين ده، لغاية ما الموضوع بالنسبة له بقى احساس بالحرمان، انه محروم من ان هو يمارس الروتين ده تاني، سواء بقى بسبب رفض داخلي جواه او بسبب مشكلة صحية او لأيا كان السبب. ولكن النتيجة في الاخر هو افتقاد الروتين والحزن لحد الحرمان. لو جينا بقى في الجانب العاطفي هتلاقي ان الفنان فريد الأطرش كانت طفولته طفولة صعبة جدا، لان المكان اللي هو اتربى فيه كان فيه حرب ما بين اهل المكان ده ومكان تاني، ووالده كان هو المسؤول عن المكان اللي هم عايشين فيه، وهو اللي كان بيدافع عنهم، مش عن الاسرة بس، عن اهل المدينة دي كلها، وبيخوض حرب مع الجهة التانية اللي عايزة تقتحمهم. ووالده استشهد في الحرب دي، ووالدته اضطرت ان هي تاخده هو واخواته ويمشوا من المكان ده، والمكان الجديد اللي هو راح فيه اضطر ان هو يغير اسمه عشان محدش يعرف ان هو من عيلة الأطرش، ابن الامير فلان الفلاني اللي هو اتقتل في المكان الفلاني، اللي قتل فلان وفلان وفلان وخطر فلان، وقصة كده كبيرة بدون الدخول في تفاصيلها تدل على ان هو عاش طفولة صعبة جدا. اتحرم من الاب، اتحرم من احساس الطفولة، اتحرم من ان هو يدخل مدرسة في بلده، اضطر يدخل مدرسة في بلد تانية، وزي ما قلت لك ان هو اضطر يغير اسم عيلته واسمه عشان محدش يعرفه، وبالتالي كان بيحصل عليه تنمر في المدرسة. فكان في كمية من الألم والحزن والفقدان اللي طبعا ثبتت جواه الإحساس بشعور الحرمان تجاه كل الحاجات اللي احنا قلناها. لذلك الفنان فريد الأطرش هو من أكتر الفنانين اللي واضح عندهم خط الحرمان، وإن هو فعلا متصل بخط الحرمان في الجانب الآخر عن طريق المرور تحت الدم. فلو جينا شفنا بقى البداية زي ما قلنا بدأ من هنا اللي هو خط فقدان الحبيب، وهتلاقي ان الخط ده مكمل معاك لغاية ما هينزل هنا كده على خط الحرمان، وهتلاقي ان في فرع تاني جاي من هنا نازل على خط الحرمان. وفاكر خط الألم اللي احنا قلناه اهو، لو كملت معاه برضو هتلاقيه ان هو نازل متقاطع معاهم في نفس النقطة هنا. ولو ركزنا هنلاقي ان احنا عندنا الخط ده اهو في الخطوط الإشعاعية مكمل هنا وبعدين مقطوع وبعدين له خط هنا كده كمالة بسيطة، والخط ده برضو مكمل لغاية هنا وبعدين له كمالة خفيفة لغاية هنا، والخط الأولاني واقف لغاية هنا. الخط الأول ده هو مسؤول عن السعادة، ده أكتر خط بيتأثر لما الإنسان بيضحك أو بيبقى مبتسم أو فرحان، لكن الخط اللي تحت ده بيبقى مسؤول أكتر أو بيتأثر أكتر بحالات الحزن والبكاء والألم. لو جينا كملنا بقى بقية الخط ده هتلاقي إن هو نازل معاك كده ومكمل معاك لغاية ما هو نازل تحت الدقن برضه، وهتلاقي برضو ان الخط ده في خط رفيع اهو متقاطع معاه. لو تاخد بالك بقى الامتداد بتاع خطوط الشجاعة بص مكملة لغاية الخط ده، شايف ادي خطوط الشجاعة اهو مكملة لغاية الخط ده. طيب الخط ده برضو هو يعتبر خط من خطوط الحزن، بس الحزن اللي هنا نوع مختلف عن الحزن اللي هنا. بمعنى الخط الاول اللي هو نازل من فقدان الحبيب ونزل على منطقة الحرمان، هتلاقي ان هو مرتبط بالحزن اللي بيجي عن طريق الألم والفقد والحرمان، لكن الخط ده بيجي نتيجة الحزن اللي بينتج عن الندم والأسى والحسرة. فهتلاقي ان الخط ده في بدايته الجزء اللي في الأول ده بيبقى الإنسان فيه حاسس بالندم على فرصة ضاعت منه، على حاجة هو عملها غلط، فهتلاقي ان في ندم ولوم، والاحساس ده لما بيبدأ يزيد بيبدأ
ينزل الخط ده لغاية هنا، والجزء ده بيبقى معناه الأسى. يعني عارف إحساس الندم ده بتبقى ممكن تكون الفرصة لسه موجودة، يعني أنت ندمان إنك مخدتش مثلا خطوة، ولكن الفرصة متاحة إنك تاخد خطوة، ولكن إحساس الأسى ده بيبقى معناه إن حتى الفرصة اللي كانت موجودة ما بقتش موجودة. والموضوع لما بيزيد عن كده، اللي هو الجزء بقى اللي بيبقى واصل لغاية عظمة الفك هنا ومكمل لتحت، ده معناه الحسرة، اللي هو الإحساس اللي ما بعد الأسى. الإنسان خلاص بقى ندم وبيلوم نفسه وحاسس بالأسى والحزن على كل الحاجات دي، وصله إن هو متحسر. فلو رحنا لصورة قديمة كانت الفنانة أسمهان أخته موجودة، ولو ركزت معايا هنا هتلاقي إن في لون غامق هنا كده أهو، أهو أهو لغاية هنا. ولو ركزت هتلاقي في خط تاني غامق مكمل معاك لغاية في المرحلة العمرية اللي هو كان فيها دي. كان هو اوريدي مر بتجربة الفقد والحرمان والحزن على والده وبلده ووالدته وطفولته، فكان بدأ يبان مكان الخط لون غامق. لكن بعد ما الفنانة أسمهان أخته اتوفت رحمها الله، هتلاقي إن الخطين دول بدأوا يتحفروا عنده في الجلد حتة حتة لغاية ما بقوا بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. فده معناها ان كل احاسيس الفقد والحزن واللوم والندم والحسرة والحرمان وكل ده فضل عايش معاه طول الرحلة بتاعته. رحم الله الفنان القدير فريد الأطرش وأخته الفنانة القديرة أسمهان. أتمنى يكون الشرح مفيد، ولو عجبك الفيديو اعمل لي لايك، ولو ما عجبكش اعمل برضه، ولو ما كنتش لسه اشتركت في القناة اشترك في القناة، وأترككم في رعاية الله وأمنه.